الزمالك عنده مباراة الجمعة مع شباب بلوزداد. شباب بلوزداد يمر بأحسن مرحلة في تاريخه على المستوى الفني، ومسيطر على الدوري الجزائري 3 مرات، ويبتعد عن أقرب منافس له ب9 نقاط اللي هو المركز الثاني. 7 لاعبين في منتخب الجزائر للمحلين. شباب بلوزداد ينقصه فقط اللقب الأفريقي، في نظري هو أحسن من الترجي والزمالك. الزمالك بيمر بأصعب لحظاته الفنية منذ العشرية السوداء. الزمالك آخر 9 مباريات خسر 5 وتعادل 3. الزمالك محتاج أن يقدم أحسن ما عنده لكي يكسب المباراة ويكون جمهوره معاه. ولازم الزمالك يؤمن أنه بطل مصر، بطل الدوري، وأن هو بطل الكاس، ومن هنا سوف يحقق الإنجاز. أتمنى أن هو بكرة يكسب المباراة الأولى، لأنه هيسهل هذا الأمور. مباراة الزمالك اليوم تكسب ولا تلعب. الزمالك يجب أن يبدأ بعناصر أكثر خبرة زي دونجا وزيزو وشيكابالا ومحمد عبد الشافي. الزمالك يجب أن يلعب بطريقة 4-2-3-1. الفريق الجزائري يلعب بضغط عالي على حامل الكرة بطول الملعب، ويستخلص الكرة بسرعة جدا. التشكيل في رأيي أنه يكون عواد، سيد نيمار على اليمين، أحمد فتوح الشمال، اتنين مساكين عبد الشافي وحسام عبد المجيد، أمامهم دونجا والسيسي، وزيزو يلعب يمين وإبراهيم نضال شمال. شيكابالا مركز 10 مهاجم سيف الجزيرة. يجب أن يلعب الزمالك الكرة من لمسة واحدة وبسرعة جدا، ولا يجب أن يكون أي نوع من السرحان وعدم لعب البساط القصيرة. المدافع عندما يشوط الكرة لا يشوط الهواء. يجب أن يمسك الزمالك الكرة لأكبر وقت ممكن لكي يهبط من معنويات الفريق الجزائري. دونجا وفتوح وشيكابالا